في الفيديو اللي فات هضرنا على كتاب العادات الذرية ديال جيمس كلير، وقلنا بلي التغيير الكبير في الحياة ما كيجيش من قرارات ضخمة، ولكن من تغييرات صغيرة كتكرر كل نهار حتى كتولي نتائج كبيرة مع الوقت. ولكن السؤال اللي كيطرح راسو دابا هو: واش غير نعرفو كيف نبنيو العادة كافي، ولا خاصنا نفهمو كيفاش هاد العادات كتخدم أصلا داخل الدماغ ديالنا وكتحكم في سلوكنا بلا ما نحسو؟ وهنا كيجي كتاب قوة العادة للكاتب تشارلز دوينغ، اللي كيدخل لعمق الموضوع وكيشرح لنا ماشي غير كيفاش نبنيو العادات، ولكن كيفاش العادات كتشكل من الأساس وكيفاش كتولي جزء من حياتنا اليومية وكتخدم بشكل أوتوماتيكي. الكاتب كيبدأ بشرح فكرة بسيطة ولكن قوية بزاف. أي عادة في حياتك كتمشي داخل حلقة فيها 3 ديال المراحل. المرحلة الأولى هي الإشارة، يعني الحاجة اللي كتحفزك تبدأ السلوك. المرحلة الثانية هي السلوك، وهو الفعل اللي كدير فعلا. والمرحلة الثالثة وهي المكافأة، وهي الإحساس أو النتيجة اللي كتحصل عليه من بعد داك السلوك. هاد 3 كاملين كيتسماو حلقة العادة. باش نفهموها بطريقة أبسط، تخيل معايا واحد السيناريو كيوقع كل نهار. كتكون جالس في الدار ومرتاح، فجأة كتشد التليفون بلا ما تفكر وكتبدا كدوز في السوشيال ميديا. من بعد كتجيك واحد اللحظة ديال الراحة والمتعة. الإشارة هنا هي الجلوس والملل، السلوك هو شد التليفون، المكافأة هي الإحساس بالترفيه والهروب من الفراغ. مع الوقت الدماغ ديالك يتعلم أن هاد الحلقة كتعطيه راحة، وبالتالي كيعيدها تلقائيا بلا ما تحتاج تفكر. المهم اللي كيأكد عليه الكاتب هو أن العادات ماشي مجرد أفعال، ولكن هو نظام داخل الدماغ، وهذا النظام كيتخزن في العقل وكيولي كيتفاعل بشكل تلقائي كلما تكررت نفس الإشارة. يعني المشكل ماشي أنك دير العادة، المشكل هو أن الدماغ ديالك تعلم كيفاش يعودها بلا مقاومة. والأخطر من هذا الشيء هو أن الدماغ ما كيبقاش غير كينفذ، ولكن كيبدا يتوقع المكافأة قبل ما توصل. وهذا التوقع هو اللي كيقوي الرغبة وكيخليك ترجع لنفس السلوك. ماشي مجبور تبقى أسير هاد العادات. الفكرة الذكية اللي كيقدمها الكاتب هي أنك ما كتحتاج تحيد العادات من الجذور، ولكن كتبدل غير السلوك داخل نفس الحلقة، يعني نفس الإشارة ونفس المكافأة، ولكن تبدل الطريقة اللي كدير بها السلوك. مثلا إلا كنتي كل ما حسيتي بالملل كتشد التليفون، تقدر تبدل هاد السلوك بحاجة أخرى كيعطي نفس الإحساس بالراحة ولكن بطريقة مختلفة. بحال تمشي دير جولة صغيرة أو تقرأ شي صفحة من صفحات أي كتاب، أو حتى دير تمارين خفيفة. الدماغ باقي غادي يبحث على نفس المكافأة، ولكن انت غير بدلتي الطريقة اللي وصلتي بها ليها. باش تبدل السلوك ديالك فعلا خاصك تعامل راسك بحال محقق كيقلب على السبب الحقيقي اللي كيشعل العادة، ماشي غير السلوك اللي باين. مني كتجيك الرغبة دير شي عادة، وقف شوية وبدا تفتش على التفاصيل اللي دايرة بيك. مثلا فين انت دابا، شحال في الساعة، شكون حاضر معك، كيفاش حاسب راسك في ديك اللحظة، وشنو كان كيدور قبل ما تبدا هاد الرغبة.
إلا بديتي تراقب هاد المعطيات بشكل متكرر غادي تلاحظ باللي نفس الظروف كترجع كل مرة، وهذا التكرار هو اللي كيكشف لك الإشارة الحقيقية اللي كتدفعك لنفس السلوك، وهي النقطة اللي خاصك تركز عليها باش تبدل العادة من الأصل. من بين الأفكار القوية اللي كيجي بها الكتاب كذلك هي مفهوم العادات المحورية. هذه هي عادة وحدة بسيطة ولكن عندها تأثير كبير على باقي حياتك. مثلا شخص بدا غير بالرياضة، مع الوقت لقى راسو ما بقاش غير كيتحرك، ولكن حتى الأكل تبدل، تنظيم الوقت تحسن، وحتى المزاج ديالو ولا حسن. يعني عادة وحدة قدرت تخلق سلسلة ديال التغييرات الإيجابية في حياته كامل. المشكل اللي كيطيحوا فيه بزاف ديال الناس هو أنهم كيركزوا على الحبس بدل التغيير. يعني كيقولوا بغيت نحيد هاد العادة، ولكن الدماغ ما كيحبش الفراغ. الحل بسيط ولكن فعال. ما تحاولش تحيد العادة، ولكن عوضها. بدل ما تقول ما بغيتش ندير كذا، قول بغيت ندير حاجة أخرى في بلاصتها كتخدم نفس الحاجة النفسية ديال الراحة أو المتعة. القضية ما كتوقفش عندنا كأفراد، حتى الشركات الكبيرة كتوظف هذا العلم في التسويق. كيدرسوا عاداتنا باش يوجهونا، بحال المثال ديال المحلات اللي كيهندسوا الطريق فين كيتمشى الزبون ويخليه يتمشى بشوية باش يشوف السلعة أكتر ويشري أكتر. فهمك لهاد القواعد كيحميك وكيخليك واعي بشنو كيطرا وداير بيك. ختام، وفي الأخير الرسالة الأساسية ديال الكتاب هي أن حياتك ماشي مجموعة ديال القرارات الكبيرة اللي كديرها مرة واحدة، ولكن هي نتيجة ديال عادات صغيرة كتكرر كل نهار. ولا فهمتي كيفاش كتخدم هاد العادات داخل دماغك غادي تولي قادر تتحكم فيهم بدل ما يكونوا هما اللي كيتحكموا فيك. يعني بشكل بسيط، من خلال كتاب العادات الذرية في الفيديو السابق تعلمنا كيفاش نبنيو العادات، ومن خلال كتاب قوة العادة كنفهموا كيفاش هاد العادات أصلا كتولد وكتخدم داخلنا. ومن هنا كتجمعوا جوج مفتاحين مهمين: الفهم والتطبيق. ولو وصلتي لهنا في الفيديو، راه الفكرة الأساسية هي أن التغيير الحقيقي ما كيجيش دفعة واحدة، ولكن كيبدأ من عادات صغيرة كتقرر تبدلها اليوم قبل غدا. وإلا عجبك هاد النوع ديال الفيديوهات دير لايك، سبسكرايب، فعل الجرس، حيت الفيديو الجاي غادي يكون على كتاب آخر قدر يبدل حياتك.